بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل ملاح ومهنيين. اليوم حندير معكم الحنيونات. اللي درت معكم الطليان في فيديو وحده، واليوم حندير معكم الحنيونات. عندي هنايا عبارة تاع زمن ذايب يعني بارد، عندي عبارة تاع زيت وعبارة تاع حليب. هنا درت زوج مغارف تاع مركز تاع المزهر، رشة تاع الملح، زوج مغارف كبار تاع سكر كلاس، ونخلط مليح حتى يتجانسوا كامل المقادير. ومن بعد ألم العجينة تاعي بالفارينة حتى تحصلوا على عجينة طرية. وهذه العجينة يعني تقدروا ديروا بها العرايش والتشارك العريان، التشارك مسكر، تخرج يعني طرية وتقعد مدة طويلة. أنا المقادير هذو داولي كيلو كامل تاع فرينة. وهنا بعد ما لميت العجينة دوكا نغطيها وخليها تريح، ونوجدو الحشوة. عندي هنايا 3 عبار تاع لوز. أنا الوصفة هذه يعني درتها باللوز، تقدروا تعوضوا بالكاوكاو. درت نص عبار تاع سكر، ونلم اللوز تاعي هذا نلمو بالمزهر، ندير غير بشوية ونعجن حتى نتحصل على يعني عجينة متماسكة. ومن بعد نزيد لها مغرفة صغيرة تاع مارغرين باه الحشوة ما تجيناش يابسة وتقعد طرية. نعجنها مليح، ومن بعد نجيب الميزان ونوزن كامل العجينة والحشوة. أنا الحشوة درت لها 13 غرام، والعجينة وزنتها 40 غرام. راني وزنتهم كامل باه يعني تجيكم الخدمة سهلة. نبداو بتشكيل الحنيونات تاعنا. انا الحنيونات راح نطيبهم في المول تاع السيليكون بيجوني كامل على حبة. نقبض العجينة ونحللها بالحلال، نديرها حربوش هكا بيدي، ومن بعد نحللها بالحلال نديرلها الحشوة في الوسط. واللي ما عندهاش المول تاع السيليكون تقدروا ديروها في لي مول تاع الالومنيوم باه يجيكم كامل على حبة. وهذو لي مول يعني ماهمش غاليين. انا درتهم في هذا المول تاع السيليكون. نشكل كامل العجينة تاعي ونطيبهم يعني على نار متوسطة. دوكا نشكل معاكم ثاني حبة واحدة اخرى، نحللها بالحلال وندير الحشوة في الوسط ونغلق عليها. انا الحنيونات درتها بالعجينه السحريه. ان شاء الله مره اخرى ندير معكم العرايش ولا التشارك مسكر بالعجينه التقليديه. نشكل كامل العجينه تاعي في المول تاع السيليكون ونطيبهم ونخليهم يبردوا، ومن بعد كنا نرجعوا للتزيين. عندي هنايا لاباطا سكر، وعندي هذا المول تاع اللي نديروا به الورد. يعني هذا المول تاع السيليكون فيهم يعني اشكال والوان، يعني ما تقدروش كما يقول لك شاد ديري وشاد خلي. انا خيرت هذا اللي فيه 3 وردات. ندير بابي فيلم فيه 70 اللي نخدم به، ونشكل هذو الوردات. يعني ندخل سكر كلاس، ابدي ندخل هذه لاباطا سكر في الورده هذاك، يعني قد الورد هذاك والزايد نحيه. نشكل كامل هذيك لاباطا، نشكلهاش كامل يعني على حساب الحنيونات اللي عندي. انا خرجوا لي 40 حبه، ندير انا 41 ولا 42 حبه، ونسي جامي تكسر لكم حبه ولا. شوفوا كيف درتوا، ومن بعد تقلعوا يعني حتى كي تجي تنحوها تجيكم سهله. نشكل كامل هذيك الوردات هذوك ونفرشهم على الطابي ونخليهم حتى ينشفوا. كي تشوفوا الورد هذا تاعكم يعني نشف، تجيبوا الناكري في الدوغي ونلون كامل هذه لاباطا سكر بالدوغي كيما راكم تشوفوا. يعني تقدروا ديروها ابيض، بصح بالدوغي يجي شباب، يجي الشكل تاعو باين. شوفوا كي درت له الدوغي كيف خرج، ولا ثاني الشكل تاعو باين.
يعني كامل لونتهم ونخليهم ينشفوا. ودركا نطلي الحنينات تاعي بعد ما ريحت الطليه. وهذه الطريقه تاع طلي الحنيونات ولا العرايش يعني تجيكم سهله، وثاني الطليه ما تخسر لكمش. ديروا جفنه ولا بزينه وديروا شباك وديروا حبات تاع الحنيونات ونطلي غير بشويه. ندير الطليه كامل فوقهم ومن بعد نخبط الشباك تاعي ونخليه داك الزايد اللي في الحنيونات يهبط تحت، ومن بعد نرفدهم ونديرهم ثاني في شباك واحد اخر ونكمل العمليه هكا حتى نكمل كامل نطلي الحنيونات تاعي. والحنيونات تاعي هذو تقدروا يعني بهذا التزيين تحسبوهم 9000 هذو بالكاوكاو. اذا كان خدمتوهم باللوز يليقوا حتى 12000 للحبه، 12000 حتى 13000 للحبه. كما تعرفوا يعني اللوز راهو غالي، حتى الكاوكاو راهو غالي. واذا تبغوا يعني ندير لكم فيديو وحده كيفاش تحسبوا يعني الحلوى اللي تخدموها، شحال تحسبوها وكيفاش تحسبوها، يعني الطريقه الصحيحه باش تحسبوا يعني الثمن تاع الحلويات اللي تخدموهم. دركا ندير لهم بعد ما نشفت الطليه ندير لهم الناكري. وفضلت لي شويه تاع الطليه درتها في لابوش، ندير شويه تاع الطليه ونلصق هذاك الموتيف تاع لاباط سكر. يعني شوفوا يعني الشكل تاعو كيفاش خرج، مع نديروا اللورغونزا ولا يعني ولي كيسات يخرج روعه، يعني خرجوا هايلين. وشوفوا شكلهم النهائي خرجوا يعني روعه، وحتى في يعني شكله طراوه، لا من الطليه لما يعني عجينه. ان شاء الله برك تعجبكم الوصفه تاع اليوم، وما تنساوش الدعاء لزوجي بالرحمه والمغفره يا رب. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.